تخيل تصحى يوم تلاقي نفسك داخل حرب مع مافيا روسية كاملة عشان خطفوا بنت صاحبك وانت الوحيد اللي يقدر يجيبها. هتقف قدامهم لوحدك ولا هتهرب؟ أهلا بيكوا في قناة شباك تذاكر. لو بتحب الأفلام اللي فيها حركة وتشويق دوس لايك وسبسكرايب، ويلا نبدأ مع بطل قصتنا. ليفون بيصحى من نومه جوه عربيته اللي راكنها قدام موقع الشغل. هو رئيس عمال في شركة اسمها جارسيا، راجل محبوب من كل العمال، بيهتم بيهم وبيفطر معاهم وبيشيل همهم كأنهم أهله. تشو صاحب الشركة بيعامله كفرد من العيلة، ومراته كارلا دايما تبتسم له. تشيني بنتهم الصغيرة شقية بتحب الموسيقى وبتحب ليفون كأنه عمها، وبتطلب من أبوها يديها فلوس علشان تروح حفلة، وفعلا بيديها بعد ما كارلا مراته تقول له دي بنتنا الوحيدة. ليفون بيشوف عربية غريبة دخلت الموقع، نزل منها مافيا بتضرب واحد من العمال علشان عليه فلوس. بيحاول يهديهم بس لما بيتجاهلوه بيرمي عليهم جردل المسامير ويضربهم واحد ورا التاني، ويرمي عليهم أسمنت ويهددهم بسلاح ويخليهم يهربوا. تشيني كانت شايفة كل حاجة، بتيجي تشكره وتديه أكل جدتها عملته، وتطلب منه يعلمها شوية حركات تدافع بيها عن نفسها، وهو بيوافق بشرط تحافظ على السر وما تقولش اللي شافته لحد. بعد الشغل بيروح ليفون يزور بنته ماري اللي عايشة مع جدها الدكتور روس، وبيكون وحشها فتجرى عليه تحضنه، لكن حماه بيكرهه وعامل حفلة مخصوص يوم الزيارة علشان يضايقه، وبيحاول يستفزه بس بيمسك نفسه. لما بيقعد مع بنته بيديها هدية فيها صورة أمها، فتعيط وتقول له أنا كنت نسيت شكلها لأن حماه شايل كل صورها. بيروح للمحامي بتاعه اللي بيقول له إن جد ماري بيقدم تقارير إنه مريض نفسي وخطر على البنت بسبب اضطراب ما بعد الصدمة، والمحكمة عايزة تقلل مدة الزيارة من 2 لساعة واحدة بس. المحامي بيقول له أنت محتاج شقة عشان ينفع المحكمة تحكملك، فيروح ليفون يأجر أوضة بسيطة علشان يوفر فلوس للقضية. وفي الوقت ده تشيني بتروح حفلة مع أصحابها. هناك فايبر بيكون بيصورها هو وصحبته لأنهم بيشتغلوا لصالح شبكة تجارة بشر. بيشوفوها ويعرفوا إنها بالمواصفات المطلوبة من عميل ليهم، ولما صاحبة تشيني بتتعب من الشرب بتروح معاها الحمام عشان تساعدها. في الوقت ده فايبر بيخطفها من الباب الخلفي. لما بيرجع ليفون للشغل بيلاقي شرطة جوه الموقع، وبيعرف من تشو وكارلا إن بنتهم مرجعتش البيت بعد ما خرجت مع أصحابها، وبيطلبوا مساعدته وبيعرضوا عليه فلوس، لكن هو بيقول لهم أنا سبت الحياة دي من زمان. وبيروح يقابل صاحبه اللي كان معاه في الجيش وفقد بصره، لكن هو أنقذه من الموت، وبيحكي له اللي حصل ويقول له أنا وعدتها أحميها. صاحبه بيقول له وعدك ليها بيلزمك إنك تدور عليها ولازم تبدأ دلوقت. بيروح لأبوها اللي بيلاقيه قاعد حزين وبيتفرج عليها وهي بتعزف، وفي الوقت ده ليفون بيقرر يطمنه ويقول له إنه هيرجع له بنته، وفعلا بيبدأ يراجع تحركاتها لحد ما بيوصل للبار اللي كانت فيه مع أصحابها قبل البيت. ولما بيلاقي اللي شغال في المكان بيدي مخدرات للزباين في السر بيشك فيه، وكمان لما بيلاقي سلك الكاميرا اللي على الباب الخلفي مقطوع بيدور بتركيز أكتر لحد ما بيلاقي خرزة من لبس تشيني وقع جنب الباب الخلفي، فبيحط جهاز تتبع على عربية الشخص اللي شغال في البار وبيوصل لمكانه. بيدخل شقته يلاقيه بيشرب مخدرات، بيحاول يمسك سلاحه لكن ليفون بيكون أسرع منه. بيسأله عن تشيني بيقول له أنا قلت كل حاجة للشرطة وما عنديش كلام تاني، لكن ليفون بيعذبه تحت المايه ويخليه يعترف، وفعلا يبدأ يحكي عن شبكة روسية بيخطفوا البنات عشان يبيعوهم للعملاء بتوعهم. بياخد منه أسامي ومعلومات عن أماكنهم، بس بيدخل عليهم 2 من المافيا وليفون بيحذره ما يتكلمش، ولما بيصرخ وينادى عليهم ليفون بيقتلهم وياخد فلوسهم. وبيراقب المكان لحد ما بيوصل فلاديمير أخو زعيم المافيا الكبير. بيلاقيهم مقتولين والفلوس مش موجودة والدم في كل مكان. بيجيب شركة تنظيف تنظف اللي حصل ويمشي،
ليفون بيمشي ورا فلاديمير لحد بيته، يراقبه من بعيد ويشوفه بيضرب مراته وإنها سابته لوحده في البيت ومشيت. بيهجم عليه، يربطه ويقوله: رجالتك خطفوا بنت صاحبي وأنا جاي أرجعها. فلاديمير بيقوله: أنت مش عارف بتتعامل مع مين؟ فيرد عليه ليفون وبيقوله: لو ما قلتليش مكانها هقتلك. بيتعصب فلاديمير ويتكلم روسي ويشتم، ولما ليفون بيزهق من شتمته بيقطع الحبل ويرميه في البسين. ليفون كان بيسجل ليه فلاديمير، ولما ترجم التسجيل اكتشف الاسم إن ديمي ابن فلاديمير هو اللي خطف جيني. بتيجي نفس شركة التنظيف تتخلص من جثة فلاديمير، وبنشوف سيمون الزعيم الأكبر للمافيا مع رجالة فلاديمير وبيقول لهم: لازم أعرف مين اللي عمل كده. ليفون بيتصل بصاحب قديم من الجيش واللي شغال دلوقتي في مكافحة المخدرات، يطلب منه معلومات عن ديمي. صاحبه بيقول له: ديمي بيشتغل مع مافيا كبيرة وخطر جدا وبيبيعوا مخدرات في مكان بتاعهم، واداله عنوانه. ليفون يقرر يدخل بنفسه، يتنكر في شكل تاجر مخدرات ويروح للمكان. لكن لحظة دخوله ديمين اللي بتراقب الكاميرات بتلاحظ وجود مسدس معاه، تشك فيه إنه مش شرطة وتطلب من دوجي اللي معاها ينزل يقابله. ليفون يطلع فلوس ويقوله إنه جاي يشتري مخدرات منهم، ياخده لدوجي الراجل الكبير في المكان. دوجي يشك فيه ويقوله: أنت ليه معاك سلاح؟ ليفون بيقوله: عشان أحمى نفسي من الحرامية. دوجي يطلب منه يفض جيوبه، لكن ليفون يرفض. الرجالة يهجموا عليه، بس المفاجأة ليفون ضربهم كلهم. دوجي يلحقه قبل ما يقتل واحد من رجالته ويقوله: أنت مش شرطة، أنت خدمت في الجيش زي تمام، لأن ده أسلوب قتال الجنود. ليفون يقوله إن التاجر بتاعه في شيكاغو اتقبض عليه وعايز يشتري مخدرات منهم. دوجي يوافق ويحدد له ميعاد في مطعم تاني يوم. يوم التسليم ديمين ودوجي بيستلموا الفلوس من ليفون ويدوه تليفون هيكلموه عليه. بعد ما يمشي دوجي يكلمه ويقوله: المخدرات تحت الكرسي، كلمني بكرة لو عجبتك البضاعة. بس ليفون بيرمي المخدرات على الطريق لأنه مش محتاجها، هو جاي ينتقم. في نفس الوقت جيني مع فايبر والعميل اللي اشتراها بيحاول يغتصبها، لكنها بتهاجمه وبتعوره فيرفضها ويؤمر فايبر يقتلها. ليفون يرجع يتصل بدوجي ويقوله إن البضاعة ممتازة وعايز كمية أكبر. دوجي يقوله: هقابلك مع رئيسي اللي بيشغلني وهو هيوفر كل اللي هتحتاجه. والمفاجأة بيطلع ده هو ديمون نفسه اللي بيدور عليه. يسأله عن اسمه، ليفون يقول بيل. ديمون يديه شنطة مليانة مخدرات ويقوله: وزعهم وارجعلي عشان تاخد كمية أكبر. بس ليفون كالعادة يرمي كل حاجة ويرجع بيته. بيفتح صور جيني وبيلاحظ شخص واقف وراهم بيصورها، فبيفتح موبايل العامل بتاع البار ويلاقي إن فايبر اللي في الصورة هو اللي خطط لكل حاجة. ليفون بيراقب المكان من بعيد مستني ظهور فايبر، لكن الكاميرات بتلقطه، وديمن بتبلغ دانيال وفالكو أولاد سايمون واللي كانوا أصلاً بيدوروا عليه. ليفون بيسمعها وخي بتبلغهم مكانه بيركب موتوسيكل ويجري، لكن بيطلعوا وراه بعربياتهم وبيضربوا عليه نار. يخبط في عربية شرطة بيفتكر إنهم هينقذوه، لكنهم بيسلموه لدانيال وفالكو وطلعوا تبع المافيا. كتفوه خدوه جوه عربية، بس ليفون بيفك نفسه منهم ويضربهم، ولما دانيال بيحاول يضربه بالمسدس الطلقة بتيجي في السواق والعربية بتتقلب بيهم. ليفون ياخد المسدس ويقتلهم هما الاتنين ويغرق العربية ويمشي. سايمون يشوف ولاده مقتولين وكمان قبلهم فلاديمير أخوه، فبيعلن الحرب. ديمون بيشتم فايبر بسبب اللي حصل مع جيني وإنها عورت العميل بتاعهم، وبيقوله لازم تقتلها زي مطلوب. مينك سايمون يجمع مجلس الحرب مع باقي عيلته ويقول اللي عمل كده مش إنسان، ده زي الشيطان وعاوزكم تساعدوني يتخلص منه. يدوله 2 من أخطر رجالتهم، يروحوا عند ديما يضربوا نار ويبلغوا إن الحرب بدأت. سايمون يقول لديما إن أبوه مات وولاده هم كمان ماتوا. ديمي بيتصدم لأنهم بطردوا برا المافيا وما يعرفش حاجة، بس لما يشوف صورة ليفون بيقول ده جه هنا واشترى منه مخدرات وأنا صورت بطاقته. يعرفوا كل حاجة عنه، ماضيه
خدمته في الجيش، كل التفاصيل، وأول قرار يقتلوا بنته ميري. المدرسة تتصل بليفون تقوله إن جد البنت مجاش خدها، فبيروح ياخد البنت وبيطلب منها تعرف مكان جدها، وبيروحوا له البيت يلاقوا الفيلا مولعة. يدخل وينقذ حماه من النار، وحماه بيقوله إن اللي عمل كده مش هيسكت وإنه لازم يحمي البنت. ليفون يودي ميري لصاحبه ويطلب منه يخليها عنده وياخد سلاح من أيام الجيش ويديها شعار الوحدة بتاعته ويبصلها نظرة وداع ويمشي. في الناحية التانية فايبر بياخد جيني في عربية ناوي يقتلها، لكنها تضربه والعربية بتتخبط في شجرة وتفك نفسها وتجري وسط الغابة. بتشوف عربية شرطة تفتكر إنهم هينقذوها، لكن الشرطة تطلع مع المافيا ويرجعوها لفايبر تاني قبل ما يقتلها. العميل بيتصل يقوله هاتها حية، أنا قررت أعذبها. ليفون يقتحم المكان بتاع ديمون يقتل رجالته، ولما بيتحاموا فيه بنت ليفون بيضربه رصاصة تشق إيده ويقوله دلني على البنت وهسيبك تعيش. ديمون بيوافق يوصله لمكان جيني، وفي الطريق يشتم جيني فيضربه ليفون بعنف. بعد ما بيوصلوا للمكان بيقتله وينتقم لكل البنات اللي خطفهم، ويبدأ يقتل الحراس بكاتم صوت وقدر يدخل جوه. لكن دوج يعرف إن دايما اتقتل، فبياخد رجالته ويروح عشان ينتقم من ليفون. وفايبر وصل جيني للعميل اللي بيستعد لتعذيبها، لكن قبل ما يبدأ ليفون بيرمي عليهم قنبلة، يقتحم المكان ويقتل كل الحراس. رجال الدوج يوصلوا وتبدأ معركتهم مع ليفون اللي واقف ثابت ويخلص عليهم واحد ورا التاني. ولما يواجه دوج بيتغلب عليه، بس بيتردد يقتله لأنه خدم زيه في الجيش. بيسمع صوت جيني فبيدخل يلاقي العميل يقتله بدون تفكير ويضرب فايبر ويعذبه ويقتله. وجيني بتقتل صاحبة فايبر وتخنقها برجليها. ليفون يمسك المطرقة ويفك جيني ويطلعوا، بس سايمون واصل بره هو ورجالته والشرطة وراهم بيضربوا نار على الشرطة ويفجروا عربيتهم، وليفون بيرمي قنبلة يخلص عليهم. سايمون يشوفه طالع من وسط النار ماسك إيد جيني ومحصلش ليهم حاجة. يتصل بأخوه عشان يلحقه، بس أخوه بيقوله خلاص الشيطان عمل اللي عايزه، سيبه وكفاية لحد كده. سايمون يتجنن ويصرخ ويقول إن لسه الحرب مخلصتش ومستحيل يسيبوا ليفون يرجع جيني لأهلها، وهي بتقوله إن اللي حصل سر بينهم. أهلها بياخدوها بالأحضان ويشكروا ليفون إنه قدر يرجعها من المافيا. وهنا بتخلص رحلة ليفون اللي بدأت بوعد وانتهت بانتصار. لو الملخص عجبك ما تنساش تدعمنا، اعمل لايك للفيديو واشترك في قناة شباك تذاكر وفعل الجرس علشان توصلك كل القصص اللي هتنقلك لعالم تاني. واكتب لنا في الكومنتات لو كنت مكان ليفون كنت هتعمل ايه. استنونا في قصة جديدة من شباك تذاكر.